السلام عليكم، عاملين ايه؟ انتهت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي على استاد ليفربول، بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء. احرز الاهداف محمد صلاح في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 7 من الوقت البدل الضائع كان الحكم مدي 7 دقايق. تمام. كان في طرد فريق ايفرتون، هو اللي غير وخلى التفوق ليفربول يعني واضح. طرد اللاعب ايونج واليكس يونج في الدقيقة 37. نتكلم عن المباراة شوية. المباراة كانت استحواذ كامل لفريق ليفربول، وفي محاولة ليه انه يحرز الهدف الاول في اللقاء. لحد حاولوا كتير، ولكن كان دفاعات فريق ايفرتون كانت تتصدى للهجمات بتاعتهم لحد الدقيقة 37 لما حصل طرد الفريق ايفرتون. الكرة والاستحواذ كله بقى لنادي ليفربول، وبعد كده شفنا تغيير في نتيجة اللقاء في الدقيقة 75. هو متأخر شوية طبعا، ولكن حصل لأن كتر الاستحواذ بيؤدي إلى أخطاء للفريق المقابل، وده اللي حصل. ضربة جزاء لاعب ليفربول عملها من ناحية الشمال من قبل منطقة الجزاء، جاي يعملها بالعرض، راح جت في ايد لاعب ايفرتون اللي كانت برا جسمه، وفعلا حكم راح شافها في الفار وحسبها ضربة جزاء. محمد صلاح شاطها حلو قوي على شمال الحارس، كده 1-0. الهدف الثاني طبعا كرة كانت لفريق ايفرتون، محاولة ولكن تتقطع على طول من دفاعات فريق ليفربول اللي لعبها عالية ولعبة طويلة لنويز. اللعبة طويلة لنونيز اللي خدها ومشي بيها وجري بيها لحد منطقة الجزاء. لا، محمد صلاح فاضل لوحده، حطها له ناحية اليمين. محمد صلاح مفكرش على طول وحطها مرة واحدة على شمال حارس المرمى. برضو هدف جميل برضو لمحمد صلاح. محمد صلاح متألق الفترة دي في كل اللقاءات الصراحة، ومحمد صلاح ما احتفلش بالهدفين اللي جابهم بسبب الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في فلسطين. ربنا معاهم يا رب وينصرهم على الظلم، على الناس الظالمة دي، على مش بني ادمين، دول مش بني ادمين. ان شاء الله ربنا ينتقم منهم وينصر فلسطين عليهم ان شاء الله. دلوقتي هنشوف لقطات من المباراة والهدفين اللي جم، وكمان فرصة كمان ليفربول كانت حلوة قوي لأليوت، شاطة حلوة قوي، ولكن حارس المرمى بتاع ايفرتون صدها. هنشوف اللقطات دي وارجع لكم تاني. كانت الفرقتين قبل المباراة طبعا دي ضربة الجزاء بتاعت ليفربول. ده لويس دياز، الكرة اهي، هيشوط على طول، هيجي يعملها بالعرض، هتروح على طول الكرة خبطة في ايد لاعب ايفرتون عشان تبقى ضربة جزاء ليفربول. هيشوطها محمد صلاح على طول حلو قوي على شمال الحارس، حلو قوي عشان يبقى الهدف الاول لنادي ليفربول. محمد صلاح ميزته اللي هو بيشوط
ضربة الجزاء بيشوطها جامد وبيشوطها في زاوية، يعني مش بيشوطها وخلاص، مش بيشوطها في نص الجون مثلا، ده هو بيشوط في الزاوية، بس بيشوط الكرة جامد عشان ايه؟ يضمن انها تدخل. طبعا دي فرصة اليوت اللي شاطها حلوة من قبل منطقة الجزاء، ولكن تألق حارس مرمى ايفرتون اللي يشيلها على طول قبل ما الكرة ما تدخل المرمى. الكرة محطوطة في زاوية وحلوة والله، ولكن الحارس تألق فيها الصراحة، يعني بطراطيف صبعه شال الكرة صابعه. طبعا ده الجون التاني لفريق ليفربول. الكرة كانت مع نويز اللي دخل بيها منطقة الجزاء او قبل منطقة الجزاء، لما محمد صلاح فاضل لوحده راح حطها له على طول. محمد صلاح ما يفكرش مرتين ويحطها على طول مرة واحدة على شمال حارس المرمى، وبيشوط محمد صلاح بيشوط الكرة جامد عشان يضمن انها تدخل الجول. اهو الحارس هيحاول فيها، ولكن الكرة هتعدي منه وهتدخل المرمى عشان يبقى الهدف التاني لفريق ليفربول. دلوقتي هنعرف احصائيات الفرقتين بعد انتهاء اللقاء. ليفربول التسديدات 26، ايفرتون 6، تسديدات على المرمى 6، ليفربول 1، ايفرتون. الاستحواذ 78% ليفربول و22% ايفرتون. ودي بقية الاحصائية. تاني ماتش معانا مباراة نادي مانشستر سيتي ونادي برايتون. المباراة كانت قوية جدا بين الفرقتين، وقدر نادي مانشستر سيتي انه يستحوذ على المباراة في بدايتها، وقدر انه يحرز هدف هنشوفه دلوقتي في اللقطات. دلوقتي هدف كان حلو، اللعيب جرب منها من ناحية الشمال ودخل بيها منطقة الجزاء وعمل الكرة بالعرض حلوة قوي لورا كده. قابلها اللاعب حطها على طول من مرة واحدة برجليه الشمال حلوة قوي في سقف الشبكة. كان يقدر مانشستر سيتي انه يتقدم بهدف مقابل لا شيء. هتشوفوا الجون، انا هجيبه لكم يعني مصور يعني تمام. والهدف الثاني لهالاند، الكرة كانت مع نادي برايتون، وبرايتون جاي يرجع الكرة لزميله لورا. اللاعب مانشستر سيتي حط رجليه فيها، راحت هالاند خدها ودخل بيها. والدفاع بص في الدفاعات برايتون ان هم بيحلقوا على الكرة على هالاند، يعني عشان ايه؟ ما يشوتش تمام. محدش هدخل عليه ضغط عليه عشان ياخد منه الكرة، لا، كله واقف في مكانه بيحلق عليه عشان يضيقوا عليه الزوايا عشان ما يشوتش يعني تمام. فهالاند ذكي وشاط الكرة فعلا، وشاطها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس، وقدر ان يحرز هدف التاني لنادي مانشستر سيتي. ويضيع الكرة بعد كده برضو، مضيعش برضو، حارس المرمى صدها. و مانشستر سيتي ضيعت كور كتير، ولكن برايتون من هجمة عملوها حلوة من ناحية الشمال. اللاعب يعني كوري باين دخل من ناحية الشمال وعملها بالعرض، مرقص لاعب مانشستر سيتي بشكل حلو قوي وعملها بالعرض. لاعب المدافع بتاع مانشستر سيتي حط رجليه في الكرة، راحت جت للاعب برايتون اللي حطها من مرة واحدة على طول برجليه اليمين على يمين الجون عشان تبقى نتيجة 2-1 لصالح مانشستر سيتي. الماتش كان جميل
من الفرقتين ومن مانشستر سيتي بالتحديد عملوا مباراة جيدة جدا، وقدروا انهم يفوزوا في المباراة. انتهت منذ قليل مباراة نادي تشيلسي الانجليزي ونادي الارسنال في اطار مباراة الدوري الانجليزي. مباراة كانت قوية وكانت مثيرة بين الفرقتين. تقدم فريق تشيلسي بهدفين، الأول هدفين لا شيء، وبعد كده قدر نادي الأرسنال أن يعود للمباراة من جديد ويحرز هدفين في الشوط الثاني. والمباراة كانت يعني كانت حلوة أوي وكانت مثيرة جدا. طبعا دول هدفين أرسنال. الهدف الأول زي ما انتوا شايفين الكرة اتلعبت بالغلط من مدافع تشيلسي ليه لاعب ارسنال اللي شاطها على طول حلو قوي على الطاير في لحظة الحارس طلوع الحارس وحطها حلو قوي في الزاوية اليمين. ده الجول التاني للارسنال، اتلعبت عرضية على طول، اللاعب حطها جميلة جدا من مرة واحدة من جنب الحارس عشان يبقى الهدف التاني لنادي ارسنال. هنشوفه بصورة اوضح اهو هدف حلو قوي برضو. الاهداف كلها بتاعت المباراة النهاردة اهداف كويسة، اهداف حلوة. وده ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء المباريات الثلاثة.